دي الحلقة التانية من برنامج ابدأ بنفسك. عنوان الحلقة غدر الصحاب. غدر الصحاب، اللي عارف معنى الكلمة دي هو اللي عاش فعلا وعارف يعني ايه كلمة صحاب، عارف يعني ايه كلمة اخ بالنسبة له، يعني ايه غدر. الصاحب ساحب، اعرف صاحبك من دلوقتي اللي هو الساحب اللي هياخدك في الطريق الخير واللي هياخدك في الطريق الشر. فاعمل اختبار لأي واحد بتصاحبه قبل ما تشوفه. والحاجة اللي بنكتشفها الأيام دي إن إحنا بنحكم على الناس بالمظاهر. ليه كده؟ خليك أبيض من جوه قبل ما تحكم على الناس بالمظاهر. مش عيب إنك تروح تكلم الشخص نفسه وتروح تقول له ممكن أتعرف عليك. مش بتقل من نفسك، إنما أنت بتحسن سوء الظن اللي أنت خدته عنه. واعرف إن في رب كريم بياخد بالعلامات اللي أنت بتعملها. اعرف معنى كلمة صاحب اللي بتدخله بيتك وتأمنه على سرك وياكل معاك عيش وملح، وفجأة تكتشف إن غدر بيك وبيطعنك في ظهرك. سامحوني إن أنا متفاعل شوية في الفيديو دوت، يمكن علشان عشت في الكلام شوية. غدر الصاحب، غدر الصاحب هي كلمة أكنه سيف بيقتلك وبيقتل قلبك من جوه. في صاحب يتصاحب علشان تروح معاه مشوار وتكتشف فجأة انك ما تلاقوش، صاحب مصلحة. وفي صاحب تصاحبه علشان يقولك انت اخدت ايه في السكشن النهاردة في الكلية وبرضه ما تشوفوش. وفي صاحب يتصاحب علشان تروح تتعرف على صاحبة صاحبته علشان تمشي معاها وعاوز ترتبط بيها. وفي صاحب اللي يقولك انت اخويا اللي ما غبرتهوش امي ليا وبينزل صورتك على الفيس. علشان كده انا عاوزك تستنتج حاجة من الفيديو دوت. ما تأمنش لحد حتى لو كان حد من لحمك ودمك. ما تأمنش غير لرب العالمين، رب العباد. عشان كده احذر العدو مرة والصديق 1000 مرة، فربما ينقلب الصديق إلى عدوا فإنه أعلم بالمضرة. يعني إيه؟ إيه معنى الكلام ده؟ يعني احذر العدو مرة، العدو اللي جاي يأذيك مش عارف إيه هي نقطة ضعفك، لكن الصديق صاحبك عارف إيه هي نقطة ضعفك، عارف كل أسرارك اللي أنت حكيتها عنه. بالله عليك، في كام واحد صاحبك أو كام واحد أنت تعرفه مات موتة غير طبيعية وبرضه لسه زي ما أنت؟ في كام واحد صاحبك خانك وبترجع وبتشتم في ظهره؟ الدنيا مش مستاهلة انك تزعل من حد والله. علشان كده عاوز اقولك حاجة في الفيديو دوت بس، تستنتج الفيديو دوت بس من الجملة ديت: اتقي شر الحليم إذا خطب.